وينضم إلينا مؤسس مهرجان مسرحية الممثل أسامة مصري للحديث حول هذا المحور. أستاذ أسامة، يعني مبروك، هي ظروف غير تقليدية أن يجرى ويتم ويختتم مهرجان مسرحية خلال عام الوباء. مضبوط الظروف، وكان يعني بين قوسين احنا بتقدر تقول شيء سيء هذا انه نعمل بهذا الشكل مهرجان، لكن احنا عرفنا نطلع من السيء اشياء كثير منيحه اللي ما بنقدرش نعملها حتى بالمهرجان الحقيقي، مش عن طريق صفحات الانترنت. نعم، يعني سنتحدث الآن على التفاصيل وكيف يعني رقمنتم مهرجان مسرحي، لكن أود أن أسأل، يعني المسرح أساسه تفاعل الناس. كلما نشاهد ممثل مسرحي يتحدث عن نشوة الإحساس بتفاعل حي ومباشر يجري على الخشبة، تفهم أن هذا هو المركب الأساس ربما في هذا الجانب من هذه الصناعة. هل استوعبتم الفارق؟ هل استوعب الممثلون وطاقم العمل الفارق الأساسي الذي يواجههم هذا العام؟ هن أكثر ناس عانوا هن طبعا الممثلين اللي تعودوا يعرضوا قدام ناس وما شافوا الناس. طبعا في كم لما صورنا في محلات جابوا شوي هيك شيء 10 اللي يعني يتفاعلوا معي اثناء التصوير، فكان يعني شوي الطف. فهم كيف؟ بالنسبه لي نعم، ما بشكل عام يعني كان الاشي سيء سيء انه نعمل هيك، لكن اخذنا الجهه التلفزيونيه او السينمائيه، كيف ما بنحضر احنا مسرحيات زي مدرسه المشاغبين، زي ما بنحضر مسرحيات ثانيه على المسرح بس بدون جمهور. فبالنسبه للجمهور المتلقي حضر مسرحيه زي ما بيحضر اي مسرحيه تلفزيونيه. نعم. هل واجهتم إشكالات تقنية، يعني في حال اضطررنا لا سمح الله أن نشهد مسرحية 2021 رقميا أيضا، ماذا كنتم ستعدلون؟ لا كنا راح نعمل شيء أبكر، لأنه إحنا المهرجان طبعا هاي مفاجأة للجمهور، الجمهور ما بيعرف إنه المهرجان كان مصور كاملا مستكملا جميع واجباته الدينية، من مسرحيات، من الفقرات اللي بين المسرحيات، من اللقاءات مع الممثلين، من النتائج اللي عملناها بنفس اليوم الصبح، كله كان مصور. يعني كنا نكبس كبسة اليوم الأحد. نعم، يعني لضمان عدم حدوث أي عطل تقني يؤثر على تجربة المشاهدة. لنتحدث قليلا من وجهة نظرك طبعا عن جثة على الرصيف، الرابح الأكبر في مسرحية 2020. عن ماذا تتحدث المسرحية؟ ماذا قدم هذا العمل؟ ما هو المختلف الذي خوله بالفوز ب5 جوائز؟ أول شيء عشان نكون منصفين وما نظلم حدا، اللي مش لحالهم اللي أخذوا الجائزة، اللي مسرحيتين أخذوا الجائزة بنفس الكميات تقريبا عدد الجوائز إذا بدك يعني، لكن هن أخذوا جائزتين مهمات، غير إنه جائزة أفضل مسرحية، أخذوا جائزة أفضل مخرج، وهذا طبعا بدل على إنه العمل متكامل بين قوسين. واخذوا جائزه اللي كثير ناس بيستهتروا فيها هاي الجائزه، لكن هاي الجائزه كثير مهمه لتسويق المسرحيه، واللي هي جائزه الجمهور. الجمهور بيصوت مين احسن مسرحيه بالنسبه له، فاخذوا جائزه الجمهور. تعرف لانه انت بعدين بدك تعرضها للجمهور، ولمين بدك تبيعها؟ بدك تبيعها للجمهور. نعم، هي افضل سبل التسويق، ان تسمع من صديق، ان تسمع من هو في نفس موقعك. بالضبط. بإيجاز يعني أستاذ أسامة وبنصف دقيقة، يعني هناك أهمية خاصة ربما لدعم مسرح موجود وينشأ في الجنوب. كيف؟ مش فاهم. أقول أن هناك أهمية خاصة أن ندعم مسرحا موجود في الجنوب، في جنوب البلاد. طبعا هسه صار بدنا انه هن يدعمونا، لانه هن صاروا مسرح محترف بكل معنى الكلمه. يعني حتى بتلاقيش زيه هون عندنا في البلاد بهذا المستوى. ودير بالك التصوير اللي اقاموا فيه هن تصوير مهني لدرجه عاليه، واثر على الجائزه. نعم، لانه في مسرحيات منيحه كان تصويرها ضعيف اثرت على انه ما تاخذ جوائز. يعني هذا امر طبيعي، قدمت الماده بشكل جيد، يعني تلفت الانظار بما يتلائم. الممثل ومؤسس مهرجان مسرحيه اسامه مصري، مبارك مره اخرى ويعطيك العافيه. شكرا لك.